ليه البنت بتقلل من الولد وبتكرف له؟ عاطف قابل اجمل واحدة واول ما شافها وحبها عمل عشانها كل حاجة، سواء حب او اهتمام او فلوس، ولكن بعد فترة صاحبتنا كنسلت عاطف وبقيت تعامله بطريقة وحشة جدا، مرة ترد متأخر، مرة ما تردش، مرة ما تسمعش كلامه، بكل بجاحة وعدم اهتمام واحترام للاخ عاطف. هو كان مستغرب، طب انا عملت ايه؟ ما كنا حلوين مع بعض، ليه قلبت مرة واحدة وبين لها هتمطر خوازيق؟ خليني اقول لك ان كل اللي عمله عاطف انه قلل من نفسه. هي شافت ان عاطف ده مش وراه حاجة، ما عندهوش قيمة او شخص مش مرغوب فيه، ده غير انه بيفضل يقول لها انها كل حاجة حلوة وان وجودها بالكوكب كله، لا وكمان بيفضلها عن الاكسجين. هي طبعا بتصدق الكلام ده رغم انه ممكن يكون بيجامل، وبتستغل عاطف الغلبان عشان اكيد انسان بيبقى محتاج يسمع مدح او كلام حلو. ولكن استغلال مشكلة عاطف وجفافه العاطفي دي مشكلة كبيرة، بس هو اللي سمح لها بكده، ومع تكرار كلامه الحلو او وجود المعلم عاطف بيفقد معناه. الحاجة لما بتكتر في السوق بتقل قيمتها، اصلها موجودة في كل حتة، وزي ما في عاطف في انثى العاطف، وده سلوك في الشخص ملهوش دعوة لا بالبنات ولا بالولاد. ما تعملوليش مشاكل هنا. مثلا تلاقي واحدة عملت كل حاجة عشان الشاب ده، لا وكمان بتديله فلوس وبتحاول عشانه وهو مش شايفها. يمكن في الاول كان بيحسسها بقيمتها وبيعملها كويس، ولكن بعدها ضمن وجودها واستغل ضعفها. في الغالب الولد والبنت اللي بيبقوا عندهم جفاف عاطفي بيكونوا مستنيين اي كلمة حلوة لانهم ما لقيوش ده في طفولتهم، ولكن انا قابلت ناس كانت طفولتهم صعبة جدا بس قدروا يسيطروا على نفسهم وعاشوا حياتهم بشكل كويس من غير ما يلجأ لشخص يتلاعب بيه. لازم تعرف انت لو قلت لشخص على نقطة ضعفك بنسبة كبيرة لو هو مش سوي هيستخدمها ضدك وهيلعبك عشان تبقى انت في حاجة ليه، وده اللي عمله صاحبنا عاطف. زود اهتمامه وزود حب وزود كلام حلو، وبرغم من اهتمام عاطف هو جفافه العاطفي محتاج حد يحسسه انه بيحبه ويبادله نفس الشعور، بس هي مش هتفكر كده لان شخصيتها مش زي شخصيته خالص، وبالتالي عاطف بيبقى ضحية ولكن مش ضحيتها. هي سابت واحد بيحبها وبيعمل عشانها كل حاجة، بس لو بعدت وشفت الموضوع من بعيد هتلاحظ ان هي المفروض تاخد الخطوة ويبقى خارج منها الاهتمام والحب والحاجات الحلوة دي، مش المعلم عاطف خالص. هنا صاحبنا عاطف قلل من رجولته ومن نفسه، قال لها انا من غيرك مسواش، وانه قد ايه بيحبها وقد ايه هي افضل انواع الاكسجين اللي بيتنفسه. ومع مرور فترة بسيطة بتمل وبتحس انه شخص عادي ومفيش قيمة لمشاعره وحبه. قول لي ازاي بتديني حاجة المفروض انها غالية جدا بالرخص ده؟ لا مش قصدي كده، يعني ازاي بتديها حاجة غالية كالحب والاهتمام وبتيجي على نفسك بكل سهولة؟ ده معناه انك شخص غير مرغوب فيك، واول ما بتلاقي واحدة بتتمسك بيها قبل ما تهرب، يعني اي واحدة بتعاملها بالسهولة دي لانك ما عندكش احترام لمشاعرك ولا لنفسك. واكيد في العكس يا جماعة، انا مش بخاطب شخصية بعينها، انا بتكلم في العموم. وهنا هي بتسيبه وبتبعد، وممكن بعد فترة تشوفها مع واحد بيتعامل معاها بشكل مش حلو او حتى مش بيهتم بيها زيك، وكل يوم مع اصحابه وخروجات ويمكن بيكلمها ساعة في اليوم. الممنوع مرغوب، هي مفتقدة اهتمامه وكلامه لكنها معجبة بشكله او بشخصيته فبتسعى انها تغيره، او بتحط امل انه في المستقبل يمكن يتغير. اعرف ان الحاجة اللي مفيش منها كتير او مفيش منها افراط بغباء قيمتها غالية، وبتظهر للشخص اللي قدامك انك ناضج في علاقاتك ومش رايح مع الرايحين ولا راجع مع الراجعين. وانا مش بقول ان كل الولاد عاطف ولا كل البنات بتتنازل على مبادئها، انا بخاطب فئة قليلة جدا. الشيء المتاح دايما بيفقد لمعانه، يعني ممكن تقابل واحدة تعجب بشخصيتك وبكل حاجة فيك ولكن بعدها تسيبك لانها عارفة انها خلاص ابتدت تحبك وبتفكر فيك بشكل مش طبيعي. انت هنا بتسأل نفسك طب انا عملت ايه؟ فالشخصية دي مش توكسيك من وجهة نظري ولكنها بتحاول تحمي نفسها. واعرف ان العلاقات مش بتبقى حلوة الا لما بتكون مبنية على احترام متبادل وحدود واضحة. ما تسمحش لحد يستهين بمشاعرك، وما تحاولش تغير حد عشان يحبك. ولو حسيت انك بتضيع في علاقة اسأل نفسك دي علاقة بتبادلك ولا انت بس اللي بتبذل؟ والاهم ابدأ بنفسك، طور شخصيتك واقرا وثقف نفسك، لان اقوى علاقة هتبنيها في حياتك هي علاقتك بذاتك. ومن الاخر لو عاوز كل حاجة في حياتك تتغير ركز على الشخصية. الشكل والفلوس والمستوى الاجتماعي مهمين ولكن الشخصية ليها مكانة لوحدها، بس برضو مطلوبين بس بنسبة
بنسبة اقل مع وجود الشخصية. معرفش الفيديو ده هنزله ولا هيبقى مصيره زي الفيديوهات اللي ما نزلتش، فلو نزل مستني رأيك استمر في المحتوى ده ولا لا. ولو عندك اي سؤال اكتب في الكومنتات، واتمنى كل اللي قلته ده محدش ياخده على اي شخص. ويا ريت يا صديقي ما تبقاش عاطف، وانت اوعي تبقي انثى العاطف. حافظ على كرامتك ومشاعرك وما تستنزفش طاقتك لاجل حد مش بيقدرها. شوف عيوبك وحاول تصلحها وتطور منها. عندك جفاف عاطفي دور على حل، اقرا كتب، حاول تثقف نفسك. ما تستناش حد يمدلك ايده عشان ينقذك، لانك كده هتعيش كتير في معاناة. ربنا يوفقنا كلنا ويسترنا جميعا ان شاء الله. ومع كامل احترامي لاي شخص اسمه عاطف، شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم. اشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الجميل. معرفش هكمل في المحتوى ده ولا لا، فهستنى رايك. شكرا، السلام عليكم.